أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي رمضان أحمد قاديروف. وحمل جلالة الملك الرئيس الشيشاني تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا جلالته عمق العلاقات بين الأردن وروسيا والحرص على تطويرها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء بحث جلالة الملك والرئيس الشيشاني العلاقات الثنائية ومجالات التعاون في شتى الميادين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أن الأردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. على هذه المقدسات هنأ جلالة الملك الرئيس الشيشاني بافتتاح مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة شالي في جمهورية الشيشان، والذي يعد أكبر مسجد في أوروبا ليكون معلما حضاريا يعكس قيم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الاعتدال والتسامح والوسطية. هذا وزار الرئيس الشيشاني أضرحة المغفور لهم بإذن الله جلالة الملك الباني الحسين بن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين وجلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراهم، وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. ولدى وصول الرئيس الشيشاني يرافقه سمو الأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء جلالة الملك إلى موقع الأضرحة، حيته ثلة من حرس الشرف وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير. وكان رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي رمضان أحمد قاديروف وصل إلى عمان اليوم. Wait.